لم يعد تسلح الإرهابيين في تونس مقتصرا على بعض أسلحة القوات التونسية إثر كل عملية إرهابية، فقد كشفت تقارير أمنية أن درجة تسلح العناصر الإرهابية ارتفعت بشكل واضح، إذ بات بحوزتهم أسلحة حربية كالصواريخ وقذائف الRPG والألغام المضادة للمدرعات ارتباطا بتطور استراتيجية عملياتهم. بدأوا بالأسلحة الخفيفة والرشاشات التي حصلوا عليها من خلال قتل جنود في شعامبي أو قتل جنود هنا وهناك، وبعد ذلك تطور الاتصال مع الشبكة العنكبوتية شبكة الإرهاب إلى استجلاب أسلحة متطورة، أسلحة ثقيلة، أسلحة متوسطة المدى، ونقول حتى رادارات وأدوات يعني استشعار عن بعد. فوضى السلاح في ليبيا فتحت باب الحدود التونسية غير محكمة الإغلاق منذ 2011 ليقع اكتشاف مخازن بأسرها، خاصة في الجنوب التونسي تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة المهربة، دلت على أن تونس أصبحت تعد منطقة تخزين للسلاح. تلك الحركة في تدفق الأسلحة لا شك إن كانت متجهة ترانزيت إلى دول مجاورة أو آتية من دول مجاورة إلى داخل تونس أو خارجة من تونس إلى دول مجاورة، هي بالتأكيد سوف تلحق بالضرر على المنطقة الإقليمية وعلى جيراننا، وسوف تلحق الضرر أيضا على المجتمع التونسي. تحالف التهريب والإرهاب يستدعي برأي المختصين الدفع نحو انضمام تونس إلى معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2014، معاهدة يرى القائمون عليها أنها ستعزز سبل تبادل المعلومات الاستخباراتية وستدعم ترسانة القوانين لمنع تهريب السلاح. المنطقة العربية برمتها لدينا فقط 6 دول موقعة وليس لدينا أي دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية، ومنطقة شمال أفريقيا هي جزء من هذه المنطقة بأشملها، ونحن الأكثر حاجة للأسف من أي دولة من دول العالم لتكون هذه الاتفاقية معمول بها في هذه المنطقة. وتبقى هشاشة الوضع الأمني أهم عوامل الإخفاق في حماية الأمن القومي لتونس التي تبني تجربتها الديمقراطية. قد تعكس مساعي المجتمع المدني لمنع تهريب الأسلحة الرغبة في معاضدة المجهود الأمني في مكافحة الإرهاب، لكنها تظل غير ناجعة بشكل كاف ما دامت خارج الأطر الرسمية التي تمتلك سلطة القرار. منيرة شريف، العالم، تونس.